الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، سنتكلم حول ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما بدأ به من إعمار ومن إنشاء الأسس الأساسية للمجتمع في المدينة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس الدولة الجديدة في المدينة المنورة. هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله. بخير، أما بحث بكن أوان تملي عول ما قو بيخنبر قشت مدينة صلى الله عليه وسلم إجا بيخنبر المدينة دست بكر تملي دولة خدا بيجا دولة إسلامي. اف دولة إسلامي شرطو دست بكو أم بيجا قانوني ويهنا بيخنبر چو چكر سه تشت مازن سه ام بيجن سه اساس سه قولون يعني ابي مازن دولتي را لازم بون پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمدينه دست بكر تمل دولة خدا بيجن. طبعا اولا علينا ان نعلم الغاية من الهجرة لم تكن الغنى والمال، الغاية رضا الله عز وجل. لذلك الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من هاجر ليكون كلمة الله هي العليا. المهاجر الذي يهاجر في سبيل الله، ولكن الذي يهاجر من أجل المال فهجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها. فغاية الصحابة كانت الهجرة لله عز وجل، وأساس الدولة كان على رضا الله عز وجل. هذا وعلينا أن نعلم بأن الحكمة من الهجرة الحفاظ على الإيمان وإنشاء دولة يقوم أو تقوم على الإيمان. فأسس الدولة يبدأ من هذا الأمر. دست پی کردن ویا بزامن هجرت اسلام هجرت مسلمان نجبون پرابو نجبون زنگینی بو هاوی کو پیغمبر جو او هاوی خدا عز وجل به هجرت وان انسان جبون خدا بو. دولت اسلام نل سر پراهات آوا کرن تشتک مسلمان کر نجبون زنگینی جبون ایمان جبون اخلاق جبون کو دین خدا به قوت به جبون کو ایمان خو محافظه بکن به پارزن. یعنی دولت کی لسر تملی تمل ایمانه بو، تمل راضیبون خدا هتاوتر، نه زنگینی نه تشتکیدن، تمل راضیبون خدا بو عز وجل. اما انا بتماشا کروان تشتاتف دست پیکا تشتک پیغمبر کتب لسر راضیبون خدا، لسر عبادت، لسر ایمانه بو. الدولة الإسلامية قلنا أو معالم الأول، الشروط الأول أو الأساس الأول الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ثلاثة أشياء. أولا الغاية أن يقوي الصلة بين العبد والله عز وجل، تقوية الصلة. ومن أجل تقوية الصلة العبد بالله عز وجل نحتاج إلى شيء يستطيع الإيمان أو الإنسان من خلاله أن يجدد إيمانه ويقويه. وهذا الأمكان هذا يحتاج إلى مكان يجتمع ويتعلم ويستمع ما يرسل الله إلى رسوله حتى يتعلموا، وهذا المكان هو المسجد. فأول شيء أول الأسس التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة أسس مسجدا حتى يجتمع فيه العباد ويتعلموا فيه دينهم، وكذلك يتعلموا توجيهات الله عز وجل المتعلقة بشؤونهم الدنيوية والأخروية. فسنقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولا بدأ بتأسيس المسجد. هذا أول الأمور، قبل أن يعمل أي شيء بدأ يؤسس مسجدا. دولت اسلام ام بیجن شرط وی عول تشتی وی عول که پیغمبر کرد جامی کی آوا کرد. جامی جبونه چیه؟ مزگفت جبونه پرورده، جبونه تربیه، جبونه ایمانه. لورا هدف وی دولت اسلام علاقه انسان و خدا به را خوش به. انسان و خدا جهب حس بکن، جهب ناس بکن. انسانش خدای خو حس بکن، رب خو ناس بکن، وظیفه خو بینجی. دست پی که مادام که شرط وی دولت اوه هدف وی دولت انسان خدای خو ناس بکه جرا تشتکی لازمه. یعنی چه خدای ناس بکه؟ نام بخو نابه، بمره نابه، بکه بخو نابه، تشتکی لازمه. اوجی جیه کی که تدا گهداری نصیحت خدای بکه، تدا توپه ها ببن اوجی مزگفت و جامینه. یعنی جامی او نقطه یکمینه که تدا انسان دکارن کم ببن گهداری بکن که خدای جوان رد بیجه چی نصیحت خدا چنه، جبون دین وان، جبون دنیا وان، آخرت وان، حیات وان ایچه واره گوهرتن. بلاکو افتشت آنه پر مهمه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اولا دست بکر جامی کی آوا کر، جامی دست بکرن بری هر تشت هیچ مالا یتنه ها، هیچ مالا خلقی داد، مالا ملت دای، او کم کردید بجند کره خانی دای هیچ
دست بکر جامی کی آوا کر گبران مسلمان تدا کم ببن مالکا به منت جامی مالا به منتن یعنی مالا کی هر کس تیش خار حتی نه مالته نه مالویه مالا خدای اجی عبد خدمه تدا رود نت کوی خول مجا خود کی هند بی گهداریت شتات کی انجیر حتی یعنی حریت انسان جامی ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام دست بکر اف جامی هانه آوا کر. طبعا المسجد كذلك مهم ونحن نرى هذا الأهمية. كثير من المهاجرين أمثالنا حينما يأتون إلى الخارج أول ما يقوم به يعمل مسجدا حتى يجتمعوا فيه لا يفقدوا فيهم هويتهم الإيمانية. ولكن أي مجتمع أو أي جالية يتأخر أبناؤه في تأسيس المسجد لأنفسهم يفقد كثيرا من الأمور. فهذا شيء مهم، علينا أن نهتم بمساجدنا، لأن في المساجد نحن نحافظ على هويتنا وعلى ديننا وعلى إيماننا وعلى كثير من الأمور المهمة. طبعا مزقفت پیغمبر چاوك جامعه آواكر دوی زمان نوداجي وحتى تاريخ إسلامي مسلمان بچونه لكو اولا جامعه کی آواد کرن. اولا جامعه جيه كومبونا إنسان آيه جيه که إنسان تدا تبر حتى رودنه گهدارید که و مثلا وان سالك انبيجن تدا إنسان مهاتن أوروبا هر ملت كتشوش خو عولي جامعه کی آوا کر او دها پیش دا چون خوشبیر وانه کرن دین خو اخلاق خو زمان خوشبیر وانه کرن لأبي كو عولي چون جامعه وانه کرن چون قهوه خانه کی وکرن کل چای خانه کی وکرن نظام تشتکی تنبو اوان قالك تشتهن ذاكر قالك تشته سيوان شون كوم هاف نابن مثلا تماشات كي ذي 5 6 سال هانه دوان ملت قاتنا اوروبا دولت وان بعاقل آلیکاری اوان کرن جوارا جامعه چه کرن كبر ملت من هن دانه به يعني جمره لازم من هر ملت منن يعني اجا ابي كو عقله وان كيم به جملت خرا جامعه چه نكر وازيشتن وام كرد جيك جي ملت نكس كي ها مجمعتنا جامعه ما لكن يعني ابي ما بعاقل هنا جي جويا تن أوروبا سردانا مزقفتا كي ناق كرد هي تن طلعه بسلمانة مريا ساقة نمي مجوار أوج عيبة كوانا يعني لازم أورن تابع ملتي مارونن ملتا كينا يعني أفجي تشتكي برمهمة كيمان يعني دوان ذهبوا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أسس المسجد في مكان الذي بركت فيه جمله ناقته، والساحة كان ليتيمين من أبناء المدينة، فهم قالوا نحب أن نعطيها هبة لله وللرسول، فالرسول قال لا علينا أن ندفع المال لكم. هم قالوا هبة، الرسول لم يقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليحافظ على الأيتام والفقراء، كيف يأخذ مال هؤلاء الأيتام؟ فاشترى منهم، وكان هناك قبور للمشركين في هذا المكان، وبعض الأشجار النخل قلعوا الأشجار وأخرجوا القبور دفنوه في مكان آخر، سووا بالأرض وأسسوا مسجدا متواضعا، مختصر الكلمة يعني لا زخرفة فيها ولا زينة ولا شيء، ولكن مسجد ربى أشخاصا مثل الملائكة. علينا أن نعلم هذا، مسجد متواضع ولكن تربوا فيها بشر مثل الملائكة. ولكن اليوم مساجدنا كثيرة وكبيرة ومزخرفة، ولكن لا نربي ولا شخصا واحدا. الفرق بين الاثنين هذا هو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم مزگفت کی آوا کر، مزگفت چی جی کو مگو هفته چوی ده حیوان دوای تدا چورونش اوی کو بلا کی مازب و پیغمبر نظام و چپ که خاطر گو تصافی بکم حیوان پیغمبر لو سکنی پیغمبر گو مجامع الفراچ کن اوج میدان کی بو تدا کی دار خرما هبون کی قبر کافر مشرک ان انسان بر مزارلق هم ساکن و قبرستان بو و خوی ویش ده حب یتیم بو ده حب زاروکی برای هبون اوان گو ام هدیه دادم پیغمبر گو از هدیه قبول ناکم اون یتیم از پره و بدم و افجی علامتی که پیغمبر ما خدای وشاندی اجبون رحمته یعنی ظلم جمیتنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پره وان داوان او دست بکرن جامی که متواضع یعنی یکا بی فورس یعنی خوشی کای نه جامی که ما دواره بلند کردن قاصد متر و تشتکی عرداوی کفری هوری کنه کفر وانه آن نور فراداوین جبونه برفیوان کفری بچوچک اوی آوتن عرداوی جبونه آو مکره سریویشی قال که دار خرما و پله دار خرما دار خرما پله وان دان سری وانه بچکی روز لی نخی یعنی هو جامی که او قاسم متواضع یکا بنفس یکا بچوک سی حب دریا تداوی کرن
حتى دريك يك پیغمبر قوتو والله ما اف دري جناره به باشتره يعني براجن جيك ده هرن ورن جامي كاو ساكينو بچوك يعني جامي كاو ساكينو ام بيجن بچوك ام بيجن ب سوسو بوس ولكن دوي جامي بچوك دا انسان وكا ملائكه دركتن اوان انسان دوي مزگفتانه دا تربيه وتعليم ودين خير بون وكا ملائكه ام جوارات بيجن بشر ملائكه انسان ملائكه او قصادي مزگفت دركتن لإيرو جامعه ممازن فورسا وان هي قبه وان پرن لی مع الاسف ناوان والا يعني ایرو افج مصیبت ما يعني مساله مزناتيه جامعه بشکایی او اینه مساله او رح ایمان ناوا مزگفته او رح انتنه د مزگفته دا درس و تربیه و تعلیم و زانبون خدا تگوتن یا هم مزگفته کی مازن چکرو قباوی و الله و آویزه زانه چنه آویزه وان لمبا بهوا يعني تونکی نداوجنه که ما آویتی اما مزگفت والله جمعی داتینه وکیتی 5 حب انسان تن لمشتکن اما مزگفت او پیغمبر چکر عليه الصلاه والسلام هناك انسان قال لك مازن بالتربيه وبتعليم دي مدرسه هنيدا خوانتن وخداي عالمي واندر خيز. امر اخر يتعلق بالمسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يقومون بعمل المسجد كان يشتغل معهم، يحمل معهم كذلك ما يحتاج اليه، والصحابه كانوا يقولون اشعار، فالرسول لم يقل لهم اسكتوا لا تقولوا هذا، قولوا لا اله الا الله دائما، لا، نحن كبشر احيانا نحتاج الى شيء يعطينا النشاط، واحيانا الابيات او الاناشيد يعطوا الانسان حركه قويه، فالصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بعض الاشعار، ساقول لكم مع روايات مختلفه، كانوا يقولوا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره، او اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار أو وارحم الأنصار والمهاجرة، كانوا يقولوا هذا الكلام. وكذلك هم كانوا ينظرون إلى الرسول والرسول يعمل يشتغل معهم فيزداد حماسة ويقول لئن قعدنا ورسول الله يعمل لذاك منا عمل مضلل، أي كيف يكون الرسول يعمل ونحن نجلس؟ هذا لا يليق بنا، فيزداد عملا لأن الرسول كان يعمل معهم. إذن أحيانا الأشعار والأناشيد لا بأس به إذا كان يعطيك شجاعة وحركة ومحبة. تشتكي دي صحابية تبي پیغمبر کو جامعه آباد کردن، پیغمبرش قال وان شغل کارت کرد، يعني پیغمبر رو ند نشته و ها ند کرد ندگو بکن. طبعا ایرو دنیا هتیگو هارتن هناك امام کار ناکن جماعت کارت که جیاج هنکی امام کارت کن جماعت کار ناکن، هر دو خرابونه يعني. فقط پیغمبر کارت کرد قال صحابیه و کلپیچ زانه چنه کلپیچ لبینه بعربی بجوانه آخه چید کن یا ددان سرملی خو پیغمبر جی دانی حبکی ده حبا، يعني صحابیه دانی پیغمبرش دانی، پیغمبر ندگو از کار ناکم اوج دگلوان کارت کرد. اجاباتی کو کارت کردن شعرات گوتن، شعر اوی کو کیف وانتی قصیدم کردیاق بجن شعر و ابیاتات گوتن، اجا ابیاتی کو واکنو پیگرم دبون. أنا بعربي مثلا مخاند بي اللهم لا عيش إلا عيش الآخر، إجا بهفرات قوتن، يعني يا ربي حياة آخرته، الدنيا فالله بقيمتها، ترحمة خو الأنصارية جبكي المهاجران جبكي فاغفر الأنصار أو فارحم الأنصار والمهاجر في تشتيت قوتن. داوية تماشات كلهم پیغمبر جي كارد كه نسكنيه جوان بورتر زحمة الدين إجاد قوتن والله لئن قعدنا ورسول الله يعملوا، أجركو أمرون پیغمبر جي كار بكه أمرون أو شغلتك لذاك منا عمل مضلل، اوجه دمکی کار منت کاره کی باشه مالا مخرابیه، اما چوارونه پیغمبر جی کار بک ایجا واجد گوتن ده پی گرم دبون، ده گرمبون وان زیده دبو، حرکت وان زیده دبو، يعني قصیده و شعر و هلبست وکفانا جانا لازمن کوره گوتن کیف مروات الله الله تدبیجی انسان لی گرم و کار و خباتت که ایجا صحابیه جی تبه پیغمبر وان شعرات گوتن و پی گرم دبون، ده آگره وان زیده دبو، گرم وان محبت و ایمان وان زیده دبو، کار و خبات کی ده زیده لید کرن. خدا عز وجل حیاتا تبه پیغمبر نکره نصیبه ما، اما حس کرنا بیتی خدل ما انشاءالله و زیارتی اوی رجا قیامت شفاعت اوی خدا بکه نصیبه ما بإذن خدا انشاءالله. وحصل أمر آخر بعدما بدأوا بالصلاة وتأسيس المسجد، قالوا علينا أن نرى شيئا ندعو الناس به إلى المسجد، ماذا نفعل؟ نشعل النار، ناقوس، مثل ذلك. مختصر المفيد
بعض الصحابة رأوا الرسول كان يناقش معهم، فالله عز وجل أحيانا يترك بعض الأمور لإيمان الناس، هل هم قريبون من الله عز وجل أم بعيدون؟ فصحابيتين واثنين من الصحابة وأحدهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأوا رؤيا، علمهم شخص في الرؤيا الأذان، قالوا هكذا تدعون الناس إلى الأذان. فحينما أتوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم رأينا مثل هذا، قال رؤيا حق، فالله عز وجل ألهمكم. إذا كان العبد قريبا من الله عز وجل يفتح الله عليه أبواب الخير والبركة، وأحيانا يأتيه الإلهام، لا نقول الوحي، الإلهام، أي الله عز وجل يعلمه أمورا كثيرة. وهكذا أتى الأذان وبدأ المسلمون يتلون الأذان لإشعار الناس بدخول الوقت حتى يجتمعوا ويصلوا. تشتكي غريبة دنيا تشيبو أذان پشتێک مزگەفتێ چێکردن گەرەوەر لمێشکن، فقط ئەم چاوە بکەن بەرێ دەفت گوت ئەم دەفێخن یاژی چان وەکەوانێ کریسیانە تنگ تنگ زیلەکی وساکن و لێخن گوتن چێ گوتن ناوەڵە چان خریسیان دکن دەف نزانم چاوایە وەرحاصل هینکی ناوخدا مسلمانە خەبەر دا تەvê پێغەمبەر ئەم چی ئیشارەت چێکن بچێن بان ملەتێک برەوەر لمێش بکن جارنا هەنێک تشتا خوداش مسلمانە ڕدیشت گو براو قرارێ خۆ بدن جوانە چقا نزیکی خودێ نە یا دوورن تشتێ بخێر دەدینن ئان نادینن. دوان ڕۆژێک تێدا مناقەشەت کرد مزاکەرەت کرد ئەم چ بکن چ نەکن، هەنێک سەحابیەت خەودیت، یەک جوانجی حەزرەتی عومەر و سەحابێکی دی خەودیتن دخەوە واندا ئینسانێکی پڕ محتەرەم جلێکی پاک و جلێ خۆشک لێ دەستێ واندا ناقوس یەکە زیلێ چانە هەنە یانی زیل دبێ کاویا بدەمە دبێ خێرە دبێ ئەم ژبۆنێ پێ ئازان دەدن ئەم بکن ڕقەرەخ بانکن دبێ تشکی داها بخێرتر شتەرا بێژم چییە؟ ویجا ئازانێ الله ئەکبەر الله ئەکبەر وی ئازانێ تەر جوانە دبێژن ئەوانە تێش پێغەمبەرت من یا رەسوڵی خوا مە خەوکەوە کینۆ دیت حەزەتی عومەر جی عینی خەوێ دیدینە پێغەمبەر دبێژی خەوەکە حەقە ویە خودای عالەمێ بی دەرزانێ داوە ژبۆنێ بان ملەتێ بکن وەرن ئەزانێ جبراج ئەم چ فەهم دکن گەل و جەماعەتێ ئینسانێ خودی ئیمان گەواک نێزیکی خودێ ببە خودایەکی دەرگاهە جەرابەت کە وەکە وحي ننا لوكا إلهاما وكا إلهام رب العالمين عز وجل داوي دلوان إنسان هنا تشتاد بن مثلا صحابي أم تماشات كن صحابة وعالمي ما بسلمان أبي مازن قالك تشتاف عم ذكرن بلاك نيزيكي خدا بن واتقوا الله ويعلمكم الله قبوا نيزيكي خدا يخو بترسن خدا وهنا تشتابك إجابان إنسان برياك نيزيكي خدا ببون رب العالمين كي بردا فكر وكاك ملائكة ترى خبرنا حساب كانت خوا خدا ملائكة تقديتيا ملائكة تجرى قوتي أذان وهابدي دماك أمجي نيزيكي خدا ببن خدا عز وجل خودا با أنشيار با نيف ملائكة صدي صد نين برجع ماشي ملائكة ذكر بكن دنجي وانورا ما مفهمان كي تشتابكن أبجي أذان آنجي يكجوي شعار وسمبولا هانية. الأساس الثاني لتأسيس الدولة أولا قلنا ما يتعلم فيه دين وهو المسجد، هذا الأساس الأول. الأساس الثاني آخر رسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين الجدد الذين أتوا إلى المدينة من المهاجرين ومن الأنصار، كذلك يحتاج أبناء العقيدة الواحدة أن يكونوا قريبين من بعضهم، فالرسول آخاهم جعل هذا أخا لهذا هذا الأخا لهذا حتى لا يبقوا في الشارع وحتى لا يكون بينهم العداوة والبغضاء والكراهية، جعلهم إخوة لبعضهم. ونرى من إيمان أهل المدينة بأنهم كانوا يعملون القرعة من يأخذ من، فالرسول قرع جعل القرعة بينهم حتى يأخذ كل واحد أحد المهاجرين إلى بيتك، أصبحوا إخوة حتى الله عز وجل جعلهم شركاء في الميراث، كان يموت واحد من المهاجرين أو من الأنصار الأخ الذي في بيته يكون وارثه في الميراث، إلى أن نسخ الله عز وجل قال الأقربون أولى، إذا أتى الآية الكريمة موجود في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ الله عز وجل بهذا الأمر الآية التي أو الحكم الذي جعل الله به المهاجر والأنصار الذي يعيش في منزل واحد إخوة في بعض، فنسخ الله بهذا. أو بعد ذلك كانوا إخوة، أولا العقيدة بالله عز وجل، ثانيا الأخوة بين أبناء العقيدة الواحدة، هذا كذلك الأساس الثاني الذي أسس الرسول عليه الدولة في المدينة. تملي ددويا شرط ددويا دولة إسلام را براتيا مسلمانة براتي
هنكش مدينة هات مدينة هنكش مكة هات هنكش باجار دن پیغمبر علیه الصلاة والسلام شرط دودویا گو بیجا براتیه وان انسان گنه وانا ببن بریهف مهاجر و انصار پیغمبر وان کر بریهف چینا به نارتی تنه خریبی تنه اگر کو ملت مدینه سنگی خوشوان را بنکن مالخ بنکن وان ملت کده هرن بخواهی دمینن بخواهی ببینن ضراره اویاج امتحانه کادنه و علامت ایمان مازن کو تو شخصی که کنه برای ته جده و باوی تنه لبیا برای ته جدين تي مال خوب ديوي او مال خوب دته او ايمان او قسم مازن وملت مدينه او قسا كيف خوش بون دخواستن او دوی ازیاب ببم اویاد به ازیاب ببم پیغمبر نهرت ابهف کیفن جنابه گواز قرعه بکشین قرعه برا کی هر مالا کی او واناجی براستی و سامیرانی کی کرن مال خوش برای خورا گوت مال مور نیوی مال مجوره مال من نیوی جوره فقط واناجی چه قاسق ملت مدینه میر بون وانه هاتبون اوج او قسامیر بون اوج چافتر بون کردی بن چافتر دلتر دلوان زنگین بو جوانا گوت مالا و آوا مال وجمر نه لازمه بلکه اوده کی بدونم کیفن خو اما امج خدمت بورد مالا و داب کنن خدمت ما مال و امج خدمت بکن به وی شکل براتیکا پر مازن هات آوا کرن و وانا ساکن قدر و قیمت هف گرتن و جهف حس کرن حتى مثلا كما مشهور نبرة عبد الرحمن كرة عوف وسعد كرة ربيع ده عبد الرحمن وسعد بيغمبر وانكر بريهب عبد الرحمن ملته مكية سعد أبي مدينة بيغمبر وانكر بريهب سعد جرى قمالا من دقاته دقاتك اشترى قاتك دو طابق يعني وبريمج نيفي اشترى نيفي جمرة قلنا مالا طابا مالا تبهرت اشترى تجمرة بيجا بازارة والكية جيه تجارتي أزهر ملوية عبد الرحمن تاجر بو وحكمتك خداج ملته مكية تاجر بون تجارت فهمت كرن ملت مدينه شي زراعت فهمت كرن زراعت وانا تجارت وانا گشتن هبيانه ورا حاصل عبد الرحمن شو تجارت وردا ودا چند روزا دا پریوجی چه بو روزا کات جن پیغمبر ماشاءالله تدی ام کردی بجن گلاوی گش واکنو پاکجت کنه پیغمبر گو عبد الرحمن خیرت چه بیه گو یا رسول خدا والله بشکی پری چه بیه و زوجی مجی يعني تچک ته پرش کو اني گم تجارت کرد و اینکه زیر نشانه پیغمبر دا گم اقواستاج مهر جنا خدای کی يعني عبد الرحمن بو یک شوان صحابی زنگین که پرمازن یعنی پرش دریا خدا داد ها نه انسان زنگین اوانا زنگین اواکینو یعنی عثمان کره عفان یک جوان ایجا ابراتی انجی فایده چه بو تجارت مکه زراعت مدینه هر دو گشتن هف دوی دا مسلمان دست فکر پشکی پریوان چه بو پیشه خودیتن امکان وان مادی چه بون افجی شرط دو یک پیغمبر ملت مسلمان اللي بكر بريها بقول فرق رومات تنبن وتاب برايها بن فرق وشرطنا. الركن الثالث الذين يعيشون في الدولة الإسلامية أصحاب العقائد المختلفة أو اللغات المختلفة كيف سيكون معيشتهم؟ هذا الركن الثالث الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها حلا إسلاميا قال كلكم أبناء آدم المسلمون لهم عقيدتهم ودينهم غير المسلم له عقيدته ودينه نحن نحترمكم وأنتم ستحترموننا لا نجبركم على الدين وأنتم لن تحاربوننا وكذلك قالوا نحن نعيش في بلد واحد بنود هناك بنود الاتفاق يعني إذا هاجم علينا أحد عليكم أو علينا نحن في البلد جميعا سنتحد وسنحارب العدو إذ هاجم عليكم أو هاجم علينا وكذلك نحن لن نساعد عدو بعضنا إذا هاجم عليكم أحد أو كان لكم أعداء خارج المدينة نحن لن نساعدهم عليكم وأنتم كذلك لن تساعدوهم علينا. هذا البنود الشروط المتفقة. وكانوا في المدينة اليهود كان هناك قبائل يهودية والمسلمون وعدد قليل من المشركين. فالاتفاق هذا هو نحن نحترم بعضنا وسنعين بعضنا وسنحارب جميعا إذا هاجم أحد على البلد. ولكن سنرى بعد ذلك ماذا حصل. هناك من قام بإهانة أو جعل هذا الشروط تحت قدمه لم يحترم هذا الاتفاق فعاقبه الله عز وجل. إذن لأبناء الدولة يحتاج أن نجعلهم سواسية. لغة لا مهم الدين. نحن لا نستطيع أن نجبر أحدا على أن يغير دينه. هو ابن البلد فعليه أن نعطيه حق الحياة وكذلك هو يعطينا. نحن سندافع عنه وهو سيدافع عنا وسنعيش في أمن وفي سلام. لا إكراه في الدين. هذا القاعدة الإسلامية. فالرسول عاملهم على هذا الأساس. ولا هم هناك من لم يحترم هذا البنود
في المستقبل سنتكلم عنهم إن شاء الله. أبي السيا ما قو بسلمان جيبون بريها لتشكيدن إيجا هيا المدينة دال در دور مدينة هيك نه بسلمان هنا يهودي هنا مثال مشرك هنا جمارة وان هندكه بر قيمة وانتنا ليهودي قبيلة يهودية دين وان هي كتاب وان هنا بكي أوجي ل ملته دولته مش دولته كي وانا ايش نبايدنه بازار وان چبو پیغمبر دگل وان جرونش گوهرن گرن بازار کی چکن هيدي بروتوكول كي ام كونتراتك بروتوكول كي تشيكن كو ام تبوك انسان به هفرا اداره بكن شرط يچبون وان نقطه چند نقطه هبون یک پیغمبر گو دین وجوره دین مجمره تمام این مهم اوه يعني است مجبور ناكم تم مجبور ناكي گو از آلیکاریا نیاره و ناکمون آلیکاریا نیاره ناکن گو افجی تمامه يعني پیغمبر گو دولتك دانه به پرانیج مسلمانن لام گره حرمت بدن وان کسی گونه مسلمان اوجی گره تدا که انسان مسلمان وان نکن گو ام آلیکاریا نیاره و ناکن وج آلیکاریا نیاره منکن گو تمام گو بنی اگر یک هات ایریش دولت ما بکد چه لو چه ما ام هبر آلیکاری بکن ام لهمبر وان شر بکن گو تم ویجی قبول کن مادام ام دولتك دانه هناك ایریش وات کن ایریش مد کن ام تاب هبر ام دولت خو بپاريزن شرط ما اون يعني و پیغمبر وان شرطا گو یهودیاجی قبول کن مسلماناجی کافراجی قبول کن گو تمام ام آلیکاری هف بکن حتی تشتکی دیجی گو اگر یک شاشتی هات کشتن دناوا مدا یک هات کشتن بشره تشتکی چه بو ام ناوا هف دا پره خوای نای بدن ام تا آلیکاری هف بکن مسلمان و کافر تا آلیکاری هف کن یهودی گو تمام اوان شرط یعنی پیغمبر دانی جوان کد مدینه دا مسلمان جی هبون کافر جی یعنی یهودی یک مسلمان او جی هبون لجبان هر کس د دین خدا سربس به راحت به ظلم لکس کی نیکرن یک لیکن حقی و تعدیه نکه تبقى انسان بجین حتی اوی که مسلمان موجی کافر نورمان مشرک تیسا پیغمبر گو علیه الصلاة والسلام امش دین و خبر نادن علاقه مجوتن ام ظلم و ناکن ام نابن گرون ببن مسلمان ام نابجن ونبون مسلمان سرچعبه ونبون مسلمان جي ام دنگي خجوارا ناكن ليه امي حرمتها وبقرن كإنسان علاقة مجوانين ونجي حرمتها ما بقرن دين مجدا دين وجدا دولتك كده اميلتي دا وكهف بن يعني پیغمبر نقو عليه الصلاة والسلام والله ابي كن مسلمان قرام ظلمي لي بكن حق ندني ما دام ام انسان دولتك كده اميلتي وكا انسان بهبرا اداره بكن ليه قوت انتشتكي دنش تدا دانين گو اگر وانا به هف بکن وان انسان مسلمان و کافر و وردا ودا به هف بکن حاکم کیه گو حاکم محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر حاکم قبول کردن گو برا حاکم ش ابوی چه قرار دام قبول کن ابي اجبیر وانا کن اوان کلمه ان تفصیل درس ما هاتی دا کام بخین درس هاتی دا هر یکی اشارت تشکینه یعنی حاکم پیغمبر معنوی چیه و امته هف را الیکاری هف بکن معنوی چیه یکی ایریش مکر فایده ویا و ضرر ویاش مسلمان را اوج ابد نرا اما یک وانا فهم بکن ان شاء الله لیوان هر چه شرط اول اوایت مثلا دینی اواد دو براتیا مسلمان اوا سه براتیا وان انسان دو دولت هانه دا بیک ظلم لیکی ور کرن دولت کی سروانت اوا کرن ایمان سیستم اوی دنیای انسان وی تدا وکهبن ظلم لیکی نه کرن تدی رو ام بجن ملت دولت کی تفت دا گره وکهبن نه یک باش یک خراب یک زنگین یک فقیر یک حقیقت نه ظلم یک نکن نل سردین نل سر زمان ظلم الکس کی نیکرن سروی اساس جه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دولت اخوی اسلام دست بکر آواکر ان شاء الله درس هاتی دا ام بخین باذن خدا عمر مدرش که هدی تمل دولت ام فهم بکن دولت هدی یک به یک ام بجن یا کبر ددن سر کبر هدی وی شکلی دولت اسلام چوا هات آواکرن و دولتك سروكي مسلمان سيستم اي مسلمان عقله وان عقله مسلمانه بفي شكل دولتك هات اواكرن الى ان نلتقي في درس اخرى ان شاء الله ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اجمعين بارك الله فيكم.